تعالي النهاردة أعرفك إيه هي الأساسيات اللي تعمليها في مطبخك علشان لما تيجي تستعيني بصنايعي يعملك المطبخ أو بمهندس يوضبلك المطبخ أو يشطبهولك تبقي قادرة تناقشيه في الأفكار اللي انت عايزاها. يعني محدش يفرض عليكي رأيه، لأن ممكن يكون انت عندك رؤية معينة والصنايعي اللي قدامك أو المهندس اللي قدامك مش قادر يوصلها. مهما كانت شطارته ومهما كانت اتقانه في عمله ممكن برضو ما يبقاش قادر يوصل لفكرك، فانت تقدري تناقشيه بمنتهى الاريحيه كده وانت واثقه من نفسك في الافكار اللي انت عايزاها. اول حاجه لازم تعرفيها ان المطبخ عندنا في حاجه اسمها مثلث الحركه، والمثلث ده يعني بنقف كده في المطبخ نتخيل شكل مثلث قدامنا. اطراف المثلث دي هنحط فيها الاتي: بنحط اول حاجه الحوض، تاني حاجة البوتاجاز، تالت حاجة التلاجة. والمقصود هنا بمثلث الحركة ان يكون التلات حاجات دول بعاد عن بعض. طيب هنحط الحاجات دي بقى بناء على ايه؟ هنرصهم ازاي؟ تعالوا نسهلها اكتر. اول حاجة مثلا وانتي بتختاري مكان البوتاجاز، مكان البوتاجاز ما يتحطش ابدا تحت الشباك. اولا لانه مش هينفع تركبي شفاط، ثانيا الهواء اللي داخل من الشباك كل شوية هيقفلك الشعلة بتاعة البوتاجاز، المطبخ هيتملي دهون بسبب ان مفيش شفاط، البوتاجاز كل شوية الشعلة بتاعته هتطفي بسبب الهواء اللي داخل لها من الشباك. يعني ناخد بالنا احنا بقى من النقطة دي، ما تخليش حد يجبرك على انك تحطي البوتاجاز تحت الشباك، انتي اللي هتشيلي الليلة لوحدك. يعني خدي بالك محدش هينفعك في الاخر ايا كان، يعني المهندس بقى يعني شاطر قد ايه وقالك لا ده كده شكله اشيك، ده كده توظيفة المطبخ احسن، اوعي تعملي الكارثة دي. كمان يفضل ان يعني ما تبدأيش رسمة في خيالك للمطبخ الا لما تكوني عارفة العداد بتاع الغاز هيركب فين، عشان برضو مش هينفع تحطي البوتاجاز تحت العداد بتاع الغاز. تاني حاجة نتكلم عنها هي مكان التلاجة. مكان التلاجة افضل مكان ليها انها تكون قريبة من باب المطبخ، ده افضل مكان للتلاجة. انما طبعا احنا بنتكلم عن المطابخ اللي شكلها يعني اصلا متأسسة معماريا بشكل صح. في مطابخ كتيرة بقى بنلاقي فيها حاجات شاذة، يعني عمود تلاقي طالع في نص المطبخ مش عارفة ايه الحاجات دي، برضو احنا هنتكلم عنها. بس خلونا النهاردة نتكلم في الأساسيات اللي المفروض تكون موجودة في البيت يكون متأسس معماريا بشكل صحيح. وإن شاء الله برضو في الفيديو النهاردة هنشوف أشكال كتيرة للمطبخ وإزاي بيتم تقسيمته بشكل مظبوط. تالت حاجة نتكلم عنها وهو الحوض. مكان الحوض أفضل مكان ليه إنه يكون تحت الشباك عشان خاطر يكون قريب من مواسير الصرف الخارجية، وهو ممكن نعمله في جانب من جوانب المطبخ وده بنشوفه كتير، بس بيبقى فيه زي توصيلة، يعني ماسورة متوصلة تحت الأرض لأقرب حاجة لمواسير الصرف الخارجية. فلو حصل انسداد في الماسورة دي بيبقى تغييرها صعب شوية، مش زي طبعا لما تكون المواسير خارجية فبيبقى تغييرها أسهل بكتير. وطبعا مواسير المطبخ بتبقى للأسف معرضة للانسداد بسبب طبعا بقايا الطعام وبسبب لو في دهون أو حاجة في المطبخ، كل ده بيسد المواسير مع الوقت. كمان لازم نعمل حسابنا هنحط ايه تاني يحتاج للصرف في المطبخ. يعني لو هنحط غسالة ملابس في المطبخ برضو ده هيتحكم لنا شوية في مكان الحوض. كل الحاجات دي برضو لازم نعمل اعتبارها واحنا بنأسس مطبخنا. كمان لو هتحطي غسالة الأطباق في المطبخ عندك يبقى يفضل اننا نختار يمين الحوض. يعني طبعا هو برضو مش شرط بس ده هيبقى احسن لك، يعني افضل لك انتي على اتجاهك الناحية اليمين، علشان وانتي حطي على طول في الغسالة الاطباق هتبقى بالنسبة لك افضل من انها تكون على شمالك. كمان فكرة المطبقية انها تكون برضو فوق الحوض مباشرة على اليمين، دي هتبقى برضو افضل لك. بس خلينا نتكلم شويه في حته ان يعني المطبقيه الهيدروليك دي يا جماعه اثبتت فشلها. ناس كتير جدا 90% من الناس اللي استخدموا المطبقيه الهيدروليك قالوا ان هي صعبه جدا ومحتاجه يعني حد يكون عنده عضلات عشان يقدر يرفع المطبقيه وينزلها تاني. فمش شرط خالص بقى نستخدم المطبقيه الهيدروليك، ومش شرط انك تحطي اساسا في تقسيمه المطبخ عندك المطبقيه الهيدروليك. احنا نقدر نستعين بالمطبقيه العاديه، الصفايه حتى العاديه اللي بنحطها على الحوض، بحيث اننا نصفي الاطباق وبعد كده بعد ما تنشف نقدر نحطها بقى مكانها في المطبخ عندنا. وكمان من ضمن الحاجات اللي اثبتت انها عمليه جدا هي فكره الادراج
اللي في المطبخ. ادراج تحطي فيها بقى الحلل، تعمليها عميقة شوية عشان تقدري تشيلي فيها حلل او تقدري تشيلي فيها الاطباق. دي برضو فكرتها عملية جدا، افضل من الضرفة. وتعالوا بقى دلوقتي نتفرج على اشكال المطبخ المختلفة وازاي بنقسمها عشان يبقى عندنا مثلث حركة مظبوط. معانا هنا 4 اشكال مختلفة من المطابخ. تعالوا نشوف اول مطبخ معانا وهو ال شيبد او المطبخ اللي على شكل حرف ال. تعالوا نشوف تقسيمته هتكون ازاي. مثلث الحركة اللي معانا هيكون اول ضلع فيهم هيكون فيه اول زاوية فيهم هتكون الحوض، بعد كده الزاوية التانية هتكون البوتاجاز، بعد كده الزاوية التالتة التلاجة. تاني شكل المطبخ معانا هو البارل شيبد، وتقسيمته برضو هتكون بالشكل ده. اول زاوية معانا في المثلث هنحط فيها الحوض، تاني زاوية هنحط فيها البوتاجاز، والتالتة التلاجة. تالت شكل معانا للمطابخ وهو اليو شيبد او المطبخ اللي على شكل حرف يو. اول زاوية في المثلث هيكون فيها الحوض، تاني زاوية البوتاجاز، وتالت زاوية التلاجة. وبالشكل ده احنا عملنا الاشكال الشائعة في المطبخ. بعد كده عندنا الشكل اللي هو الايلاند، ده يعتبر من الاشكال او يعني من المطابخ الكبيرة قوي، فمش هتبقى مرهقة قوي في تقسيمتها لان المطبخ اوريدي كبير. اعتقد ان مش هيكون اخر فيديو نتكلم فيه عن المطبخ لان الكلام عن المطبخ ما بيخلص. اشوفك على خير ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.